قرار النيابة في التحقيق مع زوجة عصام صاصة لسبها صحفية، وبعد تهمة القتل الخطأ إحالة عصام صاصة للجنايات في قضية جديدة. وقبل ما نشوف التفاصيل يشرفني اشتراككم في القناة ونكمل حبايبي. عصام صاصة الكروان واسمه الحقيقي عصام محمد، واللي ولد في فيصل ويبلغ من العمر 26 عام، وعمل في إحدى مراحل حياته سائق توك توك. وكانت زوجة عصام صاصة البلوجر جهاد ماهر متزوجة من قبل مغني شعبي ولكنه مش مشهور، ويقال إن كان صديق زوجها وإن صاصة اتعرف على جهاد عن طريق، وده السبب في طلاقهم بحسب ما أشيع. ولدى جهاد ماهر وعصام صاصة ولد يدعى رحيم ويبلغ من العمر عام ونصف، وأيضا رزقهم الله بمولودة ولكنها توفيت عقب شهور من ولادتها. وقبل أيام من محاكمته بتهمة القتل الخطأ ودهس أحد المارة بسيارته وهو تحت تأثير المخدرات على الطريق الدائري بالقاهرة، أحالت جهات التحقيق المختصة مطرب المهرجانات عصام صاصة لمحكمة الجنايات. ويواجه المطرب المعروف هو وشقيقه وآخرون تهمة تزوير توكيل لانتداب محامي للدفاع عن المتهم الأول بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30,000 جنيه لتعود وتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة في أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره. واستمعت نيابة الجيزة لأقوال زوجة شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصة في اتهامه بتزوير توكيل قبل أن تغادر النيابة بعد الانتهاء من التحقيق. وخلال التحقيق قالت زوجة أخوه إنها لا تعلم شيء عن واقعة تزوير التوكيل، وكل ما تعلمه إن عصام صاصة طلب من زوجها مقابلة أحد الأشخاص لاستلام توكيل منه، لكنها لا تعلم إن التوكيل مزور. وأضافت إن زوجها لم يخبرها بأي شيء عن التوكيل، واتفاجئت بالقبض عليه متهما بالتزوير في محرر رسمي. وفي وقت سابق جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصة 15 يوم على ذمة التحقيقات في اتهامه بتزوير محرر رسمي وهو توكيل بالشهر العقاري. وألقت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيق مطرب المهرجانات داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة. وكانت النيابة العامة في مصر أحالت مغني المهرجانات عصام صاصة للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ بعد دهسه أحد الأشخاص على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة. وأعلن صاصة تصالحه مع أفراد أسرة الشاب الراحل أحمد مفتاح اللي دهسوا بسيارته، مشيرا إلى أنه تم التراضي بين الطرفين، مشددا على أنه لن يتخلى عنهم طوال حياته. وبشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيق مع جهاد ماهر زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصة على خلفية اتهامها بسب وقذف صحفية داخل قاعة محكمة جنايات الجيزة أثناء تغطية جلسة محاكمة زوجها. واستدعت نيابة السيدة زينب البلوجر جهاد ماهر لسماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها من صحفية تعمل بإحدى الجرائد، والتي زعمت تعرضها للإهانة والسب من قبل جهاد أمام الحضور في قاعة المحكمة. وكانت محكمة مستأنف الجيزة قضت بقبول استئنافهم شكلا وتأييد حكم الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات. وأخيرا أشكركم حبايبي على حسن المتابعة. مع السلامة.